صديقي يا صديقي يا صديقي، اهلا بيك في فيديو جديد. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل كود بسيط جدا بس تطبيق عملي على اللي احنا خدناه في السيشنز اللي فاتت. افتح اتوم ويلا بينا. طيب في الاول خالص طبعا بنفتح اتوم وبرده بنفتح main.html اللي احنا متعودين نفتحها دايما. طيب انا عايزك تمسح كل حاجه، انا مش عايز اي حاجه موجوده عشان هنكتب كل حاجه مع بعض. زي ما احنا اتفقنا عشان نكتب اي كود HTML فاحنا محتاجين ان احنا نعرف الكومبايلر بتاعنا ان اللي هنكتبه ده HTML. طيب علشان نعرفه فوالله هنكتب تاج في الاول كده اسمه HTML. قول لي كده يعني ايه تاج؟ فكرني عشان مش فاكر. تنسيت حسابي معاك في السيشن. ماشي. طيب طبعا عشان نفتح التاج لازم برضو نقفله، فهكتب كده برضو HTML. حلو قوي كده، احنا فتحنا التاج بتاعنا وكده قفلناه. طيب جميل، اتفقنا ان جوه في ايه؟ والله اتفقنا ان احنا عندنا جوه هيد وعندنا بودي، صح؟ ايوه صح، انا فاكر ان انا قلت كده. طيب تعالى كده نكتب الهيد في الاول، فبرضه هفتح تاج واقول له هيد. طيب حلو قوي. بعد الهيد والله لازم نقفل التاج، ما تنساش في تاجز لازم تتفتح وتتقفل. طيب جوه الهيد ده اتفقنا ان احنا عندنا حاجه اسمها تايتل. طيب تعالى كده نكتب تايتل. والله هقول له تايتل، ممكن تكتب الويب سايت باسمك، فانا مثلا هكتب عادي خالص احمد، ما عنديش اي مشكله. كتبت احمد سامح، ده اسم الموقع، انا حر، انا اللي بعمل الموقع وانا حر. طيب تعالى كده نعمل سيف، ما تنساش، وبعد كده نرجع نفتح الموقع اصلا. طيب بنفتح الموقع ازاي؟ لازم يا صديقي ان احنا نيجي عند المين دوت اتش تي ام ال اللي احنا بنفتحها دايما، او ايا يكن انت مسميها ايه، اللي هو جوه الفولدر اللي اسمه ويب سايت، وبعد كده ندوس عليها مرتين كده هتلاقيها فتحت معانا بالشكل ده. طيب دي فاضيه، ايوه احنا لسه ما حطيناش حاجه، بس لو خدت بالك من فوق كده التايتل اتعمل. يعني ايه التايتل اتعمل؟ والله هو احنا مش هنا مش كاتبين في التايتل احمد سامح، تعالى كده نغيره ونخليه احمد محمد مثلا. نعمل سيف، ما تنساش طول ما في نقطه زرقاء هنا يبقى انت ما عملتش سيف. لازم تعمل سيف من كنترول وحرف الاس، او تيجي عند فايل وتيجي عند سيف اهي. طيب تعالى نرجع تاني للموقع بتاعنا ونقول له ريفرش. ايه ده بقى فعلا احمد محمد هنا اهو. حلو قوي. طبعا احنا ما بنقفلش الويب سايت، احنا بندوس على الشرطه دي اللي بتعمل مينيمايز للحاجه اللي احنا فاتحينها او بتنزلها تحت، فنزلناها لتحت. طيب هنرجعه احمد سامح تاني، وبعد كده تعالى نعمل البادي بتاعنا. فوالله انا هعمل له كده بادي واقول له ايوه يا عم بعد اذنك انا عايز بادي. طبعا عمو الكومبايلر راجل كبير فنحترمه. طيب جوه البادي بقى اتفقنا ان جوه البادي ده في اي حاجه انت هتظهر في الويب سايت دي جوه البادي. طيب ايه رايك في الاول نغير اللون بتاع الخلفيه؟ انا ما بحبش اللون الابيض ده، يعني بص لو جيت تشوف هنا كده هتلاقي فيه لون ابيض، انا ما بحبش اللون الابيض. علشان كده تعالى نغير اللون ده. طب والله عشان اغير اللون ده تعالى كده، مش احنا قلنا ان البادي ده اللي هو الجزء ده كله، اللي هو الجزء الابيض ده كله، اتفقنا ان ده البادي. طب ايه رايك نيجي عنده، حلو، نيجي عنده هنا كده ونقول له بي جي كولر. ايه ده؟ بي جي اختصار لايه؟ تعالى اقول لك اختصار لايه. تعالى كده نكتب خلفيه. هي خلفيه يعني ايه؟ يعني باك جراوند بالانجلش. طب تعالى كده نكتب باك جراوند. ايه ده؟ ايه رايك نختصرها وناخد اول حرف من كل كلمه؟ يعني ناخد اول حرف من كلمه باك بقت جي، وناخد اول حرف من كلمه جراوند فبقت بي جي. هي دي اختصار باك جراوند. فانا والله هنا كل اللي انا بقوله له البي جي كولر، الباك جراوند كولر. طيب هقول له ايكوال وهنفتح علامات التنصيص اللي هي شيفت وحرف الطا ما تنساش. طيب بعد ما فتحت علامات التنصيص اكتب اي لون انت عايزه، بس خلي بالك علشان لازم تكتب اللون الحروف بتاعته صح، وكمان لازم اللون ده يكون موجود. فمثلا انا هكتب لايت مثلا بلو اللي هو اللون اللبني يعني. طيب وهعمل برضو سيف، وتعالى كده نرجع على الويب سايت بتاعنا ونشوف، وتعالى كده نعمل ريفرش. اوف ده فعلا بقى لايت بلو. طب تعالى نغيره كده لاي حاجه ثانيه، مثلا نخليه ريد مثلا ونعمل سيف. تعالى كده نرجع ونشوف. ايه ده بقى احمر. فانت اختار اللون اللي انت عايزه، انا عن نفسي هخليه لايت بلو. طيب حلو قوي كده، احنا خلصنا من لون الخلفيه. كنا عايزين نعمل ايه؟ والله كنا عايزين نعمل تايتل او هيدر تكست فوق في الاسم بتاعنا. طيب تعالى نعمل هيدر. هيدر كنا بنعمله بايه؟ باتش.
من H1 لحد H6. طيب كل لما بتكبر في الرقم كل لما الخط نفسه بيصغر، فانا هستخدم H1. فوالله هقول له H1 حلو، وهاخد كام مسافه كده وهقول له مثلا خليني اقول ماي ويب سايت. اكتب اللي انت عايزه، انت المبرمج اللي بتعمل الويب سايت فاكتب فيها اللي انت عايزه. طيب حلو قوي. طبعا احنا اتفقنا ان الكومبايلر اي مسافه من فاضيه كده هو ما بيشوفهاش، هو ملوش دعوه. يعني انا لو مسحت كل ده كده عادي، فمش شرط تكتب بالظبط في السطر اللي انا بكتب فيه، اكتب في اي مكان انت عايزه، اهم حاجه بس تكتب بنظام. انا لما باخد مسافه كده اللي هي بانتر، انا باخدها عشان اخلي الكود يبقى باين بالنسبه لك بس. طيب تعالى كده هنعمل سيف برضو ونرجع للويب سايت بتاعنا ونشوف ايه ده فعلا بقى في تكست اهو اسمه ماي ويب سايت. حلوة قوي. طيب كنا عايزين بعد الهيدر ده نعمل ايه؟ كنا عايزين نعمل ليست. تعالى كده نكتب كلمة ليست بالانجلش. طب ايه رأيك نختصرها نخلي اول حرفين بس فتبقى ال اي. ال اي دي هي بتاعت الليست بتاعتنا. حلو قوي. طيب تعالى كده نقول له يا عمو بعد اذنك انا هعمل كده ال اي براحتي، انا حر، انا المبرمج وبعمل اللي انا عايزه، وما بين ال اي دي بكتب الليسته دي ايه. طيب ايه رايك نقول مثلا دوج. انا بعمل لسته دلوقتي عن حيوانات الاليفه اللي انا بحبها، فانا هكتب دوج، وبعد كده هعمل ليست تاني فهقول له ال اي تاني وبرده هكتب جواها كات. طيب وتعالى مثلا واحده كمان ونكتب جواها ايه مثلا مونكي مثلا، انا يا عم بحب القرود. طيب وايه تاني ممكن، ده تفضيل الشخصي انا بحبه انت ما بتحبوش عادي، انا مثلا هكتب دونكي، هقول له برضو ال اي والله دونكي براحتي، انا مبرمج اكتب اللي انا عايزه. طيب حلو قوي. تعالى كده نعمل سيف كنترول اس او نيجي عند فايل ونعمل سيف ونخش تاني على الموقع ونشوف هل في حاجه حصلت. اوف ده فعلا بقى فيه ليست، ده بقى فيه ليست وكل ليست مكتوبه الحاجات اللي انا كتبتها. حلوه قوي. طيب ايه رايك نكتب بخط صغير فوق تحت الهيدر كده، بخط صغير كده، واتفقنا ان الخط الصغير ده هو البي، بي اختصار للباراجراف. فوالله انا هكتب فيها وهقول له ماي ليست، فانا هقول له ماي ليست. حلو قوي. نعمل سيف كده ونرجع نشوف كده اللي حصل، نعمل ريفريش. ايه ده بقى في كلمه كبيره اللي هي الهيدر، وفي تكست عادي خالص مكتوب ماي ليست، والليست دي فيها الحيوانات اللي انا بحبها. حلو قوي. طيب عايزين نعمل ايه تاني؟ والله انا عايز اخلي كل حاجه في النص. بص بقى يا معلم، انا عايز اخلي اي حاجه جوه البودي تبقى في النص. طيب ايه رايك نستخدم تاج اول مره ناخده، احنا ما خدناهوش قبل كده فانت مش هتبقى عارفه، اسمه سنتر. هاجي كده خلي بالك انا فوق البودي، فوق التاج بتاع البودي اهو، انا بعد الهيدر. طيب هاجي هنا كده وافتح برضو التاج وهقول له سنتر. تعالى كده نفتح التاج ونقول له سنتر. حلو قوي. بس خلي بالك التاج ده زي لما اتفتح لازم يتقفل، فهنزل كده تحت القفله بتاعت التاج بتاع البودي وهقول له هقفل برضو السنتر بتاعي، فنعمل شرطه اللي هي من حرف الظا وبعد كده هقول له سنتر. طيب علشان انت ممكن تبقى نسيت انا اسف، فعلامه الاكبر من والاصغر من دي هي شيفت وحرف الواو وشيفت وحرف الظا. حلو قوي. طيب تعالى كده نعمل سيف ونرجع كده نشوف هل فعلا الحاجة بقت في النص ولا لا. الحاجة فعلا بقت في النص. حلو قوي. طيب تعالى بقى نحط الصور، بس اتفقنا ان اي حاجة نحطها جوه البادي، فانا هاجي هنا كده اقف وانزل انتر شوية عشان انزل بمساحة شوية. حلو جدا. طيب تعالى نخش ننزل صور. اتفقنا ان احنا عشان ننزل صور فوالله انا هبحث عن الحاجة اللي انا عايزها اللي هي مثلا كات، فهكتب كده كات وابحث عنها في جوجل واجي هنا عند ايمج وافتحها. اي صورة قطة عجباك فهتفتح الصورة تدوس عليها كليك. حلو. بعد كده الصورة تفتح معاك هنا تدوس عليها كليك يمين من الماوس، يعني بص كليك يمين اللي هو ده من الماوس، وبعد كده هقول له سيف ايمج از. حلو قوي. هيجيب لي المكان اللي انا المفروض احفظ فيه الصورة دي. بص بقى انا عشان انت ما تتلخبطش انا عايزك تحفظ الصورة دي
في نفس الفايل اللي فيه الويب سايت. مش احنا كان عندنا فولدر كده اسمه ويب سايت؟ انا عايزك تختار كده الفولدر ده وتحفظ فيه الصورة علشان تبقى سهل عليك بعد كده تجيبها. جميل جدا. طيب وبرضه هسمي الصورة دي كات. انا هاجي تحت في المربع اللي تحت ده واروح مسمي الصورة، هقول له كات وبعد كده اقول له سيف. حلو قوي، هتلاقي الصورة فعلا نزلت. طيب تعالى بالمرة كمان نبحث عن صورة دوج. فأي صورة كلب عجباك، فأنا مثلا هاخد الصورة دي وهقول له سيف، وهعمل له سيف في نفس المكان برضو اللي هو في الفولدر اللي اسمه ويب سايت، وهسميه هاجي تحت كده في المربع المستطيل ده وامسح اللي مكتوب وهقول له دوج. حلو قوي. طيب تعالى كده نرجع تاني الاتوم. بعد لما رجعنا الاتوم عايز اعمل صورة. كنا بنعمل صورة ازاي؟ انت نسيت؟ يعني انا معتمد عليك تفكرني وانت نسيت؟ حسابنا في السيشن. ماشي. طيب والله عشان نعمل صورة كنا بنيجي على تاج اسمه IMG اللي هي اختصار لإيمج. حلو قوي. طيب الإيمج دي بتاخد ايه؟ والله الإيمج دي كانت بتاخد حاجة اسمها سورس. فتعالى كده نكتب سورس SRC، وبعد سورس هنقول له equal، نكتب علامات التنصيص بتاعتنا. حلو قوي. طيب ايه اللي ناقص؟ والله اللي ناقص نطلع كده بره علامات التنصيص ونيجي هنا ونكتب له الالت. واتفقنا ان الالت دي بتعمل ايه؟ والله لو الصورة حصل فيها مشكلة وما حملتش، فالكلام اللي انا كاتبه في الالت هنا ده هو اللي هيظهر. فانا هقول له الت بيساوي برضو علامات تنصيص بس كده، وبعد كده اقفل التاج بتاعي. ده كل اللي انا محتاجه عشان اعمل صورة. حلو جدا. طيب تعالى كده نحط بقى السورس بتاعنا. اتفقنا ان السورس ده هو المصدر بتاع الصورة او مكان الصورة فين، وبرضو اتفقنا ان احنا عملنا سيف للصور في نفس الفولدر اللي اسمه ويب سايت. فبص هنا كده هتلاقيها ظاهرة معاك الكات والدوج اهي. طيب وكمان هتلاقي ان هي ظاهرة النوع بتاعها. مش احنا اتفقنا ان لازم تكتب النوع كمان بتاع الصورة؟ حلو جدا. فانا هاجي عند سورس هنا والله هقول له كات، لازم تكتب نفس الحروف بالظبط، كات دوت جي بي جي. طيب هعمل سيف من كنترول اس وتعالى كده نرجع للويب سايت بتاعنا. ايه ده؟ دي الصورة بقت موجودة فعلا، بس الصورة كبيرة قوي. طيب عشان نحل الموضوع ده نعمل ايه؟ هو مش عرض يعني ويدث. حلو جدا. طيب ايه رأيك نيجي هنا كده جنب الالت ونقول له والله انا عايز اعدل الويدث بتاعي، فهكتب كلمة ويدث وبعد كده ايكوال وبعد كده علامات التنصيص، ومثلا هقول له 200 مثلا. طيب هعمل سيف وارجع تاني على الموقع كده. تعالى نعمل ريفرش. ايه ده؟ دي بص الصورة صغرت ازاي. ايه ده؟ يعني انا لو زودت الرقم ده الصورة هتكبر شوية. تعالى نخليها 500 ونعمل سيف تاني ونرجع نشوف الموقع بتاعنا هنلاقي اوف دي الصورة فعلا كبرت. جامد اوي الحوار ده. طيب حلو قوي. تعالى كده نحط صورة كمان. فانا كده هحدد ده كله كده وهاخده كوبي من كنترول سي وهنزل هنا تحت وادوس كنترول في عشان اعمل له بيست، او ممكن انت تكتب كل الكلام ده تاني. وبدل ما هي كات انا هخليها دوج عشان احط الصورة التانية وهعمل سيف. تعالى كده نرجع ونشوف. ايه ده؟ دي فعلا صورة الكلب كمان بقت موجودة. حلو جدا. طيب ايه رأيك بقى نعمل كده حركة بسيطة قوي قوي قوي، حاجة جديدة، تاج جديد اسمه HR. والله HR ده بيعمل ايه؟ بيعمل لك خط كده. طيب انا بعد ماي ليست هاجي كده ادوس انتر وهفتح تاج اسمه HR. طيب وبرضو هاجي تحت الليست اللي هو قبل الصور وهفتح تاج تاني اسمه HR وهعمل سيف. طيب تعالى كده نيجي هنا، بص مفيش اي خطوط. تعالى كده نعمل ريفرش. ايه ده؟ ده فعلا بقى في خط هنا وبقى في خط هنا. فكده بقت ماي ليست وبعد كده الليسته بتاعتي الحيوانات اللي انا بحبها، وبعد كده الصور. طبعا انت ممكن تضيف اي صور انت عايزها وكل الصور اللي انت عايزها. فكده احنا خلصنا لحد النهارده. يا رب تكون انت فهمت كويس. لو عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنتس او معاك رقمي طبعا ابعت لي في اي وقت وانا هرد عليك. واوعى تكسل تكتب بايدك وتشتغل بايدك. واشوفك الحلقه الجايه. سلام.